السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي العزيزات الغاليات، كيف راكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. خواتاتي، كنتمنى المشاركات ديالي يكونوا خفيفة على قلبكم وتساعدوني بالمشاركات ديالكم والتشجيعات ديالكم. هذا الشكل الثاني البنات للسلسلة ديال الصابلي اللي درت معكم. الشكل الأول الشكل دائري، وهذا الشكل الثاني اللي قلت لكم انا كيلو ديال الدقيق غادي يخرج ليا جوج اشكال. هادو هما جوج اشكال اللي خدمت بهم. خدمت الشكل الاول اللي هو داير، وهذا الشكل الثاني اللي هو كاري. كيف ما كتشوفوا غادي يجي حتى هو رائع بهاد التعليقه اللي غادي نوريكم. تابعوا معايا الفيديو حتى للاخر ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم كيف ما العاده. بالنسبه للعجين ديال الصابلي غنحاول انني نسرع معكم بطريقه اللي دخلوا جداد ولا اللي ما شافوش الاولاني. الصابلي الاول غادي نوريكم العجينه اشنو درت فيها نص كيلو ديال الزبده. كيبقى هاد الزبده هذه اللي هي خاصه بالباتيسري كيف ما كتشوفوا. كتمشيو لعند اللي كيبيع المواد ديال الحلويات، كتقول ليه الزبده خاصه ديال الباتيسري اللي كيخدموا بها الحلويات. كتكون فيها واحد النسبه قليله ديال البنات ديال الماء باش ما يخسرش لكم الصابلي اللي كيجيهم الصابلي. كيجي كيفاش غادي نقول لكم، كيديفورما، كتمشي الفورما ديالو. نص كيلو ديال الزبده مانغارين، جوج كيسان ديال السكر سنيده ولا سكر كلاصي. كنخليهم يدوروا مزيان، يتخلطوا مزيان. البنات تعجني تتبان لكم ديك الزبده ما بقاش فيها هذوك الطريفات كبارين. كتشوفوا كندير لا فيتاس ديال العجانه الاخر باش كتعجن ليا مزيان. فاش كتعجن المره الاولى كنزيد عليها جوج ديال البيضات وكنخليها كيف ما كتشوفوا كتعجن. وغادي نحولها، غادي نديرها في واحد الاناء اللي غادي نعجن بيديا. غادي نكمل العجينه بيديا. انا المهم عندي غير في التخليط الاول. كاين اللي كيديرها في روبو، كاين اللي كيديرها في الميكسور، كتميكسا زعما مزيان. خاص الزبده تعجن تولي كريميه. انا هنا عجنتها مزيان، راه هي تعجنات لي ما بقاتش فهذاك. واخا غيبقاو فيها شي مرصوات ديال الزبده مي صغيورين ماشي كبارين، معليش ما غاديش يديروا ليا شي حاجه في الصابلي. من بعد غادي نزيد عليه كيبقى الاختيار ديالكم. الفاني بغيتو ديروا الفاني، بغيتو ديروا الحامض، بغيتو ديروا اي نكهه ديروها البنات. انا درت الفاني، وتقدروا ديروا حتى الفاني السائل. بالنسبه للزيت، شوفوا البنات ما واصلش نص كاس، 4 كاس ديال الزيت اللي درت. كيف ما قلت لكم الفاني كيبقى الاختيار ديالكم، ديروا اللي بغيتو. رشيشه ديال الملحه والدقيق، كيلو ديال الدقيق بالعبار غربلته. انا كان كما قلت سابقا كنعين نخليه في الباكيه ديالو باش تشوفوا تاكدوا باللي ما تفوتوش كيلو ديال الدقيق. الا بغيتو ديروا فيه الكوك هنا في هذه العجينه هذه، كاين اللي كيبغي يدير صابلي بريستيج يدير فيه الكوك محمر، ولا ديال الطحين عفوا البودره ديال اللوز حتى هي محمره، ولا البودره ديال الحليب حتى هي. كل واحد كيبغي يدير. غير اللي بغيتو ديروا شي حاجه نقصوها من الدقيق، يعني درتو 100 غرام نقصوا 100 غرام ديال الدقيق، درتو 200 غرام نقصوا 200 غرام ديال الدقيق، وانتم هكا غاديين. كتشوفوا بلي العجينه، شوفوا العجين ديال الصابلي ما كندلكوهش مزيان، تنجمعوه بالاصابع وكنخلطوها مزيان. غير هي ما ندلكوش. شوفوا الطريقه، كنبقى ندور وكندير في صبعاني باش الدقيق يدخل الداخل ديال العجينه وتجمع. شوف في الاخير ما غنبقاش نعجن فيها ندلك فيها، غنبقى نجمعها هكا بيديا وندور فيها حتى كتجمع ونقي يعني كاع العجينه. شوفوا البنات الصابلي مطلوق شويه، ما قاصحش. الا كثرتوا الدقيق غطلق لكم الزيت ملي تكونوا تسرحوها وغيتقصف لكم وتدخل الفران غتعوج لكم الحليوات، يعني الشكيل ديالكم. انا كيلو ديال الدقيق يعني في نص كيلو ديال الزبده. ها انتو الشكل ديال، شوفوا كيفاش كتكون في الثلاجه. انا راه الشكل الثاني هذا، يعني الشكل الاول سبق لي شاركته معكم اللي هو شكل داير، وكنعاود نرجعها للثلاجه. والعجين ديال الصابلي كتبقى عندكم في الثلاجه. بقات ليا واحد شويه شاط ليا داك اللي كنبقى نروتور، كنبقى نديرو نعاود نرجع، في الاخر والله العظيم البنات اللي درتو هذاك الشكل ديال لي تويل اللي ديجا كتشاركه معكم، غير شطط ليا وديك العجينه قلت شنو غادي ندير هذوك لي تويل. صافي درتها والله يا البنات ما ديفورمات الشكل ديالهم، بقاو هما الصابلي. وكندوزو البنات في الماكينه. شوفوا في الماكينه ديال الشباكيه، غير هو ساعتين المكانه
هي القليله اللي ديروا في الثلاجه، ساعتين المكانه هي القليله. انا صراحه خليته بات لانه عجنته في الليل، والغد ليه ناض الصباح لقيت خرجته من الثلاجه وبديت كناخذ منه بشويه بشويه وكنرد الصابلي للثلاجه. ها الشكل ديالي درتو شكل كاري كيف ما كتشوفوا. كيبقى الاختيار ديالكم ثاني ديال لي بور بياس، ديال لي بور بياس كتختاروا اللي بغيتو نتوما واللي بغيتو. انا درت الشكل الاول اللي هو داير، وهذا الشكل الثاني اللي هو كاري غنديرو بالشوكولاط. الاولاني درتو فريز، يعني الشكل اللي سبق لي شاركت معكم قبل هو ديال الفريز. ودابا هذا الشكل الثاني يعني كيلو ديال الدقيق غتشوفوا راه غيخرج ليا كميه صراحه لا باس بها. بالنسبه للفينيسيون باش غادي نزين هذا الصابلي هذا الشوكولاط، وغادي ندير هاد الديكورات هاد الفينيسيون هذه ديال الشوكولاط. كناخذ هاد الشكل، شوفوا الشكل اللي خديت. بالنسبه للشوكولاط البنات كتشوفوا باش تجيكم ديك اللمعه في الشوكولاط، وثاني ما يجيش قاصح بزاف. داغي يبرد لكم، داغي يتهرس ملي تبغوا تخرجوه من هاد لي مول هادو، ديروا شويه ديال الزيت. الشكل الاول اللي خديته كاري، والشكل الثاني هو التاج. يعني غندير انا شكل واحد، شفتوا شكل واحد، ولكن غنخرج منه لانه ما عنديش بزاف من هادو، غادي نحاول انني نخرج منهم شويه شويه. هادو عندي منهم واحد جوج بلاكات، وهادوك عند الشكل الدار حتى هو عندي منه. غادي نحاول نخرج من هنايا هاد الشكل ومن هاد الشكل. هاد المكان غادي نعمر هكا، نعمر هاد الشكل هذا، ونعاود نعمر معكم هاد الشكل الدير عفوا هاد المربع، وغنديرهم في الثلاجه يبردوا ونديموليوهم نحيدوهم من هادي. ولا احتاجيتو ثاني اكثر تعاودوا تعمروهم. بالنسبه للشوكولاط الاختيار ديالكم الشوكولاط الابيض ولا الشوكولاط الكحل، دائما ديروا فيه شويه ديال الزيت. كاين الشوكولاط اللي كيكون هو اصلا مطلوق بزاف خفيف ما تحتاجوش. هذا كان عاقد فهذا درت فيه قطيرات ديال الزيت كيف ما كتشوفوا هذا الشكل، وكيعطي واحد اللمعه ثاني زوينه في الصابلي البنات. الشوكولاط عفوا كيعطي لمعه زوينه في الشوكولاط ملي كديروا ليه الزيت. بالنسبه للشكل ديال الصابلي ديالنا شوفوا كيفاش جا، شوفوا الشكل ديالو ما ديفورماش البنات، ها هو كدوزتو في الماكينه وما كيديفورماش. بالنسبه للفينيسيون صافي ساهل باش غندير الفينيسيون. ها الشوكولاط عندي واجد باش غادي ندير الفينيسيون. والناباج كيف ما قلت لكم قبل درت الناباج خليته دار مزيان فوق البوطه سخن، ودرت فيه واحد 10 ديال المرصوات ديال الشوكولاط الابيض والنكهه ديال الكراميل. وبالنسبه للكونفيتير حتى هو قبل شاركت معكم ديال الفريز اشنو درت ليه. حتى هذا ديال المشماش غادي ناخذو غنديرو فوق في الكاسرونه وغادي نخليه يتطبخ، وغندير فيه واحد 3 ولا 4 ديال لي مورسو ديال الشوكولاط الابيض ونخليه يتطبخ البنات مزيان حتى كيبان لكم بدا دوك الفقاعات، يعني بدا بحال ديك الدغميره ملي تكوني طيبي فيها كتنشف، خاصها تنشف من الماء، خاص الكونفيتير ينشف من داك الماء اللي كان فيه باش الصابلي ما ينتلش، يبقى مقرمش كيف ما هو. بالنسبه للشكل الاول انا درت التاج، كندير التاج يعني تندير النكهه ديال الكراميل والتلصيقه هي هذه اللي كنخدم بها كاع الشكيله ديال الصابلي. كندير التاج هكا بهذا الشكل الفوق وندير ليها الجنب ديالها النص ديالها باللوز. تقدروا ديروا جوج يعني تقدروا تلاقيوه، انا خليته غير صفيحه واحده. هذا الشكل ديال الكاري خليته غير صفحه واحده، ما بغيتش نكثر فيه الصابلي. وبالنسبه للاخر بالنسبه للكارو ديال الصابلي الاخر صراحه عاودت لاصقت عليه الشكل واحد اخر ديال الصابلي لانه جاني رقيق بزاف. جاتني طبقه ديال الشوكولاط وطبقه ديال الصابلي جاني رقيق بزاف. هذا هو الشكل ديال الصابلي ديالنا ديال الكاري، وكتشوفوا البنات كيفاش جا ورقيق. وبالنسبه للفران ما ننساش نقول لكم الفران يكون سخون ديال الغاز يكون سخون، ولكن يكون شمعة البنات. ملي تدخلوا اللاطه ديال الصابلي نحاولوا تنقصوا الفران بحال الشميه. بالنسبه للفران ديال الضو 160 درجه. بالنسبه للفران ديال الضو ندخلوه حتى هو يكون الفران سخون، مي ندخلوه على 160 درجه وانتم ردوا البال للصابلي ديالكم. بالنسبه للشكل الثاني كيف ما كتشوفوا درتو بالمشماش هو هذا، جاتني هو هذا الشكل اللي قلت لكم، جاتني الطبقه ديالو يعني رقيقه بزاف ديال الصابلي وكاينه طبقه ديال الشوكولاط. فمن بعد عاود درت
بقى لي الصابلي وعاود لصقته، شاط لي الصابلي كثر من الفينيسيون، كثر من هذوك الشكلاط ديال الفينيسيون. بعاود تلصقت صابلي مع واحده اخرى باش جاتني شويه عدا فاش عطاتني العين جات عاطيه العين. ما شفتهاش معكم ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم هذه المشاركه ديالي.